أيضا هذا قادني سؤال طرح كثيرا وأتاني أيضا بالاتصالات، وهي قراءة سورة البقرة. أحيانا البعض يقول أو ينصح الناس في قراءة سورة البقرة يوميا، وخاصة بالنسبة للنساء. هؤلاء يا شيخ أظن أنهم يجنون على الناس، لأن أهم شيء في القراءة التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وهؤلاء ما عندهم علم، ولا ثبت أن الرسول أمر بعلاج. ما في رقية اسمها البقرة. صحيح. يعني نحن نقول للناس يا إخواننا أعطونا حديث واحد يفيد الرقية بالبقرة. أبدا. بل روى النسائي بإسناد صحيح وغيره أن المعوذتين لما نزل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يستعيذون بها ونهاهم عما سواه. الله. يعني نهى. إذا كان فيه نهي عن الرقية بغير المعوذتين، كيف توجه الناس البقرة وتخلي المعوذتين اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بهما؟ وأيضا فاتحة الكتاب أفضل من البقرة، وأيضا آية الكرسي التي في البقرة هي أفضل آية في كتاب الله تعالى. فنقول لإخواني يا إخواني اتقوا الله. كلمتني بنت شيخ، نعم، قالت إني قال لي الشيخ اقرأ البقرة 40 يوم بنية الزواج، وإني قرأتها ولا أحصل زواج، ما جاني أحد. ورجعت للشيخ وقال لا خاف أن تقرأينها وأنت تقومين. قلت إيه إني أقوم أمشي البيت؟ قال لا اقعدي وأنت لا تحركين، واقرأي البقرة 40 يوم بنية الزواج. يا إخواني من قال هذا؟ يا إخواني لا تفتروا على الله الكذب. يا إخواني محمد صلى الله عليه وسلم ما وجه الناس إلى هذا. أنتم هم الله ترى اللي يقرأوا ناس طيبين، لكن هذا الجهل هو اللي يسوقهم إلى هذا الأمر. والجهل وتصدروا للناس وصاروا الآن الناس ينادونهم يا شيخ يا شيخ، وهو ما عنده علم ولا عنده شيء. وبعدين نسأل الله العافية والسلام، الشيطان نفخ فيهم وخلاهم يعملوا مثل هذه الأعمال. والله يا إخواني أصبحنا نخاف عليهم، أصبحنا يلزمون الناس الآن بأشياء. روح يقرأ سورة البقرة. قراءة سورة البقرة يا إخواني تبي على الأقل ساعة، ساعة مسكينة تقرأ سورة البقرة. والله يا إخواني قراءة الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي هذه أفضل من قراءة البقرة. واقرأوا يا إخواني أول تفسير ابن كثير وغيره، شوفوا ماذا قال فيه ابن كثير في أوله في تفسير سورة الفاتحة. اقرأوا ماذا قال العلماء عن الرقية، وش ألفوا في الرقية. اقرأوا كلام ابن تيمية وابن القيم وغيره.